والسؤال المهم ازاي نسجل في الضرايب؟ لو انا عندي بيزنس اونلاين او بشتغل في التجاره الالكترونيه اعمل ايه؟ الحكومه اصدرت السنه اللي فاتت ان اي حد بيشتغل في التجاره الالكترونيه او بفريلانس فهو لازم يجي يسجل في الضرايب، وهيطلع له بطاقه ضريبيه باسم تجاره الكترونيه او انشطه غير مصنفه او ايا كان الاسم. بس هنا انت بتتحاسب كافراد مش بتتحاسب كشركات، فالموضوع سهل جدا. انت بتروح لمأمورية الضرايب العامه وبتروح تقول لهم انا بشتغل اونلاين او انا بفريلانس فانا عايز اروح اطلع بطاقه ضريبيه. هتدفع المصاريف البسيطه وبعد 15 يوم هتروح تستلم البطاقه الضريبيه. ايه فايده البطاقه الضريبيه؟ انت بتستخدمها عشان تحطها على مواقع البيع للاي كوميرس زي امازون وجوميا، وكمان انت لو بتشغل اعلانات او بتعمل ميديا باينج فانت بتدخل رقم البطاقه الضريبيه ده في الادز مانجر وبيتشال عليك الضريبه ال 14%. وانت لو واحد من فريلانس وعايز يجيلك فلوس من بره مصر فانت بتبقى عايز تروح تفتح حساب دولاري في البنك، وكون ان معاك بطاقه ضريبيه او بتثبت ان انت بتشتغل كفريلانسر فهم بيسهلوا لك فتح الاكونت ده. وما تقلقش من موضوع الضرايب لان انت بتتحاسب بعد كل 5 سنين، بس في اول كل سنه من شهر 3 للافراد انت بتروح تقدم الاقرار الضريبي، وده بيشمل كل معاملات السنه اللي قبلها. اول سنه من التسجيل مش هتتحاسب عليها، المهم تتابع كل سنه مع محاسب ضريبي يخلص لك الموضوع ده. فانت لو مهتم بالبيزنس والشركات والتجاره الالكترونيه فما تنساش تعمل لي فولو واستناني في كورس اخر الشهر هيشرح لك الاي كوميرس او البيع على امازون.